عبد الرحمن 3 سنوات، الطفل المعجزة، النابغة القرآنية. حباه الله بصوت رنان، يرتل القرآن ترتيلا، يحفظ عن ظهر قلب ما تيسر من السور الطوال، حبا متراكبا دون قراءة أو تمحيص، ولا أخطاء في قواعد التلاوة أو الخلط بين السور القرآنية والآيات. قدرة عجيبة في الحفظ واختزال كلام المصطفى والمولى عز وجل. أخذتنا الدهشة وسكنتنا الحيرة حينما علمنا أن عبد الرحمن يرتل القرآن بهذه البراعة، بالرغم من أنه تأخر عن النطق لمدة 2 سنين. ولما فكت عقدة لسانه نطق بسورة الكهف دون تكلف أو إجهاد في مخارج الحروف. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر. يا حامل القرآن قد خصك يلتزم في تلاوته الاستعاذة من الشيطان الرجيم واحترام أغلب أحكام المد في التلاوة، ولا يفوت عبد الرحمن الصلاة والسلام على النبي محمد الكريم عند ذكره. أما دعاء ختم القرآن فهو مهضوم بالنسبة إليه غير منقوص. بعض من أسرار هذه الموهبة الربانية أن والدة عبد الرحمن وهو في بطنها توحمت على سورة الكهف، كانت مواظبة على قراءتها يوميا، تشعر بالراحة والطمأنينة ما إن تفرغ منها. ولا يستبعد والد عبد الرحمن أن يكون قرة عينيها قد تأثر بسماع القرآن قبل أن يرى نور الدنيا. الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات. اللي فيه لما تلقى حافظ يعني مثلا سورة الكهف وسورة مريم ولقمان وتبارك والمعارج وجزء عامة، يعني من عما يتساءلون حتى للقضاء والناس، يعني حاجة يعني هذه ربانية. الملاك الحافظ لكتاب الله لم يرتد مدرسة قرآنية ولا مسجدا، لا تفارقه المعوذتين، ولا ينام قبل أن يقرأ الأذكار. توج عبد الرحمن بلقب فارس القرآن الكريم في الجزائر، وببرنوس ذهبي ألبسه إياه مقرئ المسجد الأقصى الشيخ محمد رشاد الشريف. بين نفسه دوما آيات من الذكر الحكيم، وفي قلبه حب للرسول الكريم، وفي وجدانه إيمان عميق بالعلي العليم. سبحان من خلق فأبدع الخلق. حفظ الله عبد الرحمن ورعاه. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولا عني جبارا تقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل
احتفلوا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون يوم في ضلال مبين وعندهم يوم الحسرة قد يسأمهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما شاء اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفع مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما تفصحها كلاما أبينها حلالا وحراما أحكام البيان ظاهر الملهام أحلى من الزيان للنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد ويأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا من القرآن الذين هم أهلك وخاصتك هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك أبلغ فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم ولد سميت به نفسك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا لنا أحزاننا ودنا أحلامنا ذهب همومنا وذمومنا سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالحلال وأسكننا بالضلال ودفع به عنا النقم وأصبر علينا به النعم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين عند النعماء من الشافرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فزولته في الدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم إننا هذه ختمة طيبة خالصة وقفلة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه. السماوات وتنتشر